طعم الحلا الطبيعي والمتوازن خلانه يكون منتشر بكثير مطابخ حول العالم. البنانة تعال نعملها سوا. وبالبداية بدست عناه خليته حليب بيغد ونشا وشكر وقشطة، خلطوهم كثير مليح وضفتوا عليهم وزاي مهوسي وهيل، وبس يغلي ويثخن الخليط أشيله عن النار وأبدي أحضر طبقات. وحتى أحضر طبقات البنانة راح أحتاج موز مقطع شرائح وبسكت سادة، ونبدي نرتب الطبقات. بالبداية خليط وبعدين بسكت وبعدين موز وبعدين خليط وهكذا. وللطبقة الأخيرة بكاسة خليته بياض بيض وشكر وهيل، وخفقتهم بخفاقة الكيك لحد ما صار عندي القوام أبيض وكريمي. ووزعته بياض البيض على الوجه ودخلتوها على الفرن بس من فوق. وهذا الفرن من ما يجي 2 في 1، يعني هو مايكرويف يذوب حسب الوزن والوقت، وهو فرن وبينه مراحل متعددة للطبخ. وطبعا أنا من يكون عندي مواعين فما أحكي لكم على كمية المواعين اللي تصير على راسي. وهالغسالة من مايديا بالضبط كانت إنقاذ لي، لأن تسع كمية كبيرة من المواعين وتخلصني حتى من التسوتي، وبيها 8 برامج للغسل، وبيها إمكانية تحكم عن طريق الموبايل وخاصية التجفيف الإضافي. وهسه بعد ما الوجه صار لونه ذهبي خليته عليها الفستق وصارت جاهزة. وبس والله عوافي.